هي تحدتني وقالت لي تعرفي تعملي لي كشري زي بتاع المحلات؟ قلت لها طبعا اعرف اعمل كشري زي بتاع المحلات وانا قد التحدي. هي اللي جابت تكلمني نفسها. تعالوا شوفوا الفيديو للاخر واحكموا بنفسكم يا ترى انا هعرف اعمل الكشري ولا لا، وجربوه وقولوا لي رايكم في التعليقات يا احلى متابعين. يلا بينا ندخل في الفيديو على طول. الاول السلام عليكم، معاكم جهاد من مصر. هنعمل مع بعض وصفه الكشري المصري بالطريقه الاصليه والطعم بقى اللي مفيش منه بعد كده. اول حاجه انا جبت العدس الاسمر او العدس اللي بجبه وغسلته من اي اتربه. بعد كده سلقته في ميه، يعني غلوه واحده او اتنين، وبعد كده هطفي عليه واغطيه، اسيبه بقى يتنقع كده في الميه دي نص ساعه كده على اما اكون خلصت باقي مكونات الكشري، زي النقع سريع. فهماني؟ بعد كده خلاص كده هو كده غلى مره او اتنين، طفيت عليه النار، هغطيه واسيبه بقى على جنب. وتعالوا بقى علشان نشوف بعد كده هنعمل ايه. طبعا هنبتدي اول حاجه بالبصل. البصل قطعته كده شرايح، يعني سمكها كده رفيع الى حد ما. وبنبتدي بالبصل ليه يا بنات؟ علشان البصل ده لما احمره في الزيت ويخلي كميه الزيت كبيره شويه، هستخدمها بعد كده في باقي الوصفه بتاعه الكشري بقى، وده اللي بيديلك طعم حلو قوي قوي للكشري. علشان الزيت بيكون منكه بنكهه البصل. جبت البصل بتاعي قطعته زي ما انتم شايفين. بعد كده ضفت عليه ملعقه من الدقيق وملعقه من النشا ورشه ملح ورشه فلفل اسمر. والزيت بتاعي سخن كده، ويخليه كتري شويه من الزيت، يعني خلي الزيت غزير شويه، علشان زي قلت لك هنستخدمه بعد كده في باقي الوصفه لحد ما يكون لونه كده ذهبي كده زي ما انت شايفه كده. وبعد كده هخرجه بقى علشان واصفيه حلو قوي من الزيت واحطه على جنب. ويخلي البصل بتاعك كده اوعي يتحرق منك، خليه كده لونه ذهبي كده مقرمش كده، هيبقى جميل. وسيبيه وما تغطيش بعد ما تطلعيه، اوعي تغطيه علشان لو غطيتيه هيطرى وهيبقى مش حلو. لازم تسيبيه كده وتركنيه. بعد ما نخلص كل الكميه بتاعتنا هنركنه على جنب علشان نشوف بقى ايه باقي مكونات الكشري بتاعتي. وحبيت اوريكم كده شكل البصل الحلو. طبعا اول ما بنحمر البصل بتاع الكشري الريحه بتملى الشقه بقى، بتبقى ريحته تحفه يا بنات. يعني خلاص بقى، يعني هنا احنا كده هنعمل كشري. كملوا الفيديو للاخر علشان تشوفوا باقي الوصفه وتقولوا لي انا عملته صح ولا لا وتجربوه. اوعوا تطلعوا من الفيديو. ولو وصلتوا لحد هنا انزلي اعملي لايك بسرعه، اوعي تنسي اللايك. هنا بقى انا هعمل بعد كده الصلصه بتاعه الكشري علشان اسيبها تغلي كده وتتسبك براحتها. جبت حله كده حطيت فيها بصله متوسطه، قطعتها مكعبات صغيره زي ما انت شايفه كده، وبرده حطيت شويه من الزيت بتاع البصل اللي احنا مصفيينه. وحطيت البصله كده وحطيت عليها ملعقه صغيره من الثوم المفروم، وفرمت طماطم في الخلاط ونزلت بالطماطم بتاعتي على في الحله كده على البصل والثوم. طبعا كميه الصلصه على قد كميه الكشري اللي انت عاملاها. حتى لو عملت كميه زياده عادي، الصلصه مفيش منها اي مشكله. ممكن اللي يفيض تستخدميه بعد كده في اي وصفه تانية، تحطيه في التلاجة او الفريزر وتستخدميه في اي وصفه تانية. كده كده الصلصه حلوه وبتنفعنا في كل الاحوال. بعد كده بقى ضفنا الفلفل الاسود، الملح، الكمون، الكزبره الناشفه، وظبطي كده الملح. وكمان ضفت شويه من البابريكا يعني عشان تخلي لون الصلصه احمر وحلو. وما تنسيش رشة السكر البسيطة على الصلصة علشان الحموضة بتاعة الطماطم، تعادل الحموضة بتاعة الطماطم كده. دي حاجة مهمة. بعد كده تعالوا بقى علشان نسلق المكرونة. جبت حلة كده فيها مية حلوة، شوية مية حلوين كده. بزود المية لما تيجي تسلقي المكرونة علشان المكرونة بتاعتك ما تعجنش، يعني المية ما تنشفش منها وتبتدي تعجن وما تستويش كويس. يبقى نخلي المية كتيرة كده واحنا بنسلق المكرونة. وضفت ملعقة بس من الملح، ما ضفتش اي حاجة تانية، هي المية والملح فقط لا غير. اول ما الميه بتاعتي ابتدت تغلي كده، بعد كده ضفت بقى المكرونه بتاعتي. يعني عندي هنا مكرونه خواتم كبيره شويه، ومكرونه اللي هي الصغيره، وكمان مكرونه سباكيتي مكسراها كده زي ما انتم شايفين معايا هنا. حطيتهم كلهم على بعض كده وقلبت. طول ما الميه بتاعتك كتيره اطمني ان شاء الله ان المكرونه بتاعتك مش هتعجن ولا هتلزق في بعضها. يا بنات انا ما جربتش كشري الحله الواحده ده ولا اعرف هو ازاي، لان انا مش حابه الفكره، مش حابه ان كله يكون في حله واحده. انا بحب كده كل حاجه تكون كده لوحدها، المكرونه لوحدها والعدس والرز ومع بعضهم زي ما هنعمله دلوقتي مع بعض. علشان مثلا لو حتى مثلا عملت كميه وفاضت، يعني ما كله ما يكونش بايظ كده مع بعضه. ومش عارفه يعني اللي جربها يعني كل واحد وطريقته، بس انا ما حبيتش فكره اصلا الكشري الحله الواحده ده، يعني ما عجبنيش خالص. انا معتمده
ببدا الطريقه دي وبعمله بالطريقه دي وبيطلع بصوا تحفه تحفه تحفه. شوفوا واحكموا بنفسكم. المكرونه بتاعتي خلاص كده اتسلقت وبقت تمام. اللي انا بضيفه ده الزيت من زيت البصل اللي احنا مصفيينه. بنضيف كده حوالي ملعقتين كبار كده حلوين من الزيت بتاع البصل ده على المكرونه بعد ما نصفيها من الميه. بتبصوا بتودي المكرونه في حته تانية خالص. يعني خلاص انت ضفت المعلقتين دول، بصي اتحداكي انها ممكن تعجن او تلزق في بعضها. حتى والله لو فاضت المكرونه وعنتيها في التلاجة مثلا في علب حفظ الاكل اللي في التلاجة، ممكن تاني يوم هتلاقي المكرونه كل واحده لوحدها كده ومش معجنه، وبصوا تمام كانك عاملاها طازه. يعني لو سبتها شويه كده هتفك وهتبقى حلوه قوي. ماشي، تعالوا بقى علشان نعمل العدس والشعريه، ودول بقى انا بعملهم مع بعض، اللي هو العدس والرز والشعريه مع بعض. ده الزيت اللي انا مصفياه بتاع البصل. هنا العدس بجبه اللي انا نقعته. هنا كوبايه الرز هستخدمها. هغسل طبعا الرز بتاعي عشان لازم نغسله. انا بستخدم الكوبايه دي حلوه يعني كميتها حلوه مع العدس. وكمان الشعريه ضفت هنا زيت البصل كده عشان هنعمل فيه هنحمر فيه الشعريه بتاعتي. بنضيف حوالي كده نص كوبايه او كوبايه من الشعريه كده، هنحمرها حلوه قوي في الزيت الاول. هقول لكم بعملهم مع بعض في حله واحده ازاي. كملوا الفيديو الاخر زي ما قلت لكم. فين اللايك؟ شايفاك يا اللي ما عملتش لايك. ولو لسه ما اشتركتش في القناه روحي بسرعه اشتركي وفعلي الجرس عشان لما انزل فيديو جديد تشوفوه اول يجيلكوا اشعار وتشوفوه على طول. بعدين نزلت بالرز وبعد كده نزلت بالعدس وهقلبهم مع بعض الاول كده في الزيت كده علشان ما يعجنش ويبقى كله مفلفل كده مع بعضه. يعني الحركه دي مهمه، لازم تقلبي كده كله مع بعضه مع الشعريه مع الرز كده، والزيت كله طبعا هيتغلف بقى في كله. وبعد كده هنضيف ملعقه يعني نص ملعقه كبيره من الملح، وكمان هنضيف الميه بتاعتنا هنضيفها كده. يعني ما تزوديش ميه قوي لان كده كده احنا العدس بتاعنا منقوع في ميه دافيه. يعني هو ناقص له يعني يكمل بقيه تسويته بس كده مع الرز والشعريه. هنضيف كده الميه بتاعتي حوالي كوبايه او كوبايه ونص. واول حاجه طبعا بعد ما قلبتهم مع بعض هخلي النار درجه الحراره عاليه زي ما انت شايفه. بعد كده هخلي درجه الحراره منخفضه لما كله يتشرب الميه. يعني ما يكونش فيه ميه خالص كده على الوش وكله تشرب الميه. هبتدي بقى اخلي درجه الحراره منخفضه علشان يستوي معانا. ده كانت لسه المكرونه وهي بتتسلق. يعني حبيت اوريكم يعني ان انا بعمل حاجتين مع بعض، مش حاجتين بقى كده بقى 3 مع بعض كده. اللي معانا الصلصه على النار بتتسبك معانا. هنا العدس بتاعي خلاص بدأ يتشرب من الميه وهغطي عليه. وكمان ما كانت معايا المكرونه خلاص يعني طفيت عليها. خليكي كده يعني اعمل له كده، خليكي كده لهلوبه كده وتعملي كده كله مع بعض. تعالوا بقى علشان نجهز مع بعض بقى الدقه المعتبره بتاعه الكشري. بصوا يعني سر كده الدقه بتاع المطاعم كده. معايا هنا ملعقه كبيره او ملعقه ونص كبيره من الثوم المفروم، وملح، فلفل اسود، كمون، كزبره ناشفه، ومعايا ليمونه، ومعايا الخل. ممكن ده كمان برضو ده من زيت البصل على فكره. نزلت كده بشويه من زيت البصل عشان احمر فيه الثوم. هو بصوا مش تحمير، يعني هو تقليبه كده بس ريحته تطلع وبيفضل محتفظ بلونه الابيض الفاتح، ما تخليش يلون منك. بعد كده هنزل بيه نص كوبايه من الخل الابيض على الثوم بعد كده ما ريحته ابتدت تطلع. وكمان بعد ما ضفت الخل هضيف كوبايه او كوبايه ونص من الميه، ونضيف بقى الكمون والملح وكده ونقلبهم كده مع بعض. وكمان هنضيف عصير الليمون بس يا دوب يعني تبتدي كده ان هي تغلي اول مره، وبعد كده بطفي عليه وخلاص. على كده الدقه بتاعتي معايا جاهزه. هنا كانت الصلصه، بوريك الصلصه بتاعتي وهي هنا بتغلي يعني تقريبا خلاص كده خلصت.
وتعالوا بقى عشان نعمل الشطه. الشطه بتاعتي انا باخد مش بحمر ليها زيت، اللي هم بيقولوا بيعملوها بشطه الزيت، يعني مش بعملها كده بصراحه، يعني مش بحب اضيف فيها زيت. يعني هو باخد شويه من الصلصه بتاعه الكشري زي ما انت شايفه كده، وبضيف عليها ملعقه صغيره مليانه من الشطه، وخلاص هي دي الشطه بالنسبه لي. مش بحب اضيف عليها زيت. طبعا لو انتوا بتحبوا تعملوها بالطريقه اللي هي شويه زيت وبعد كده تضيفي تحمري الشطه في الزيت، بس بتكون حاميه قوي، وبعد كده تضيفي عليها كبشه من الصلصه. ممكن دي وممكن دي، انا بعملها بالطريقه دي بس. وكده خلاص معايا الطبق الكشري. شوفوا بقى انا قد التحدي ولا لا؟ اكتبوا لي في التعليقات رأيكم وجربوه بطريقتي، ولو بتعملوه بالطريقة دي او عندكم طريقة تانية قولوا لنا في التعليقات كل آرائكم. طبعا اللي ما كانش عندي حمص، اللي عايز يضيف حمص، هو الحمص سهل جدا، هو يعني ضيفوا عليه الحمص لو بتحبوه. يعني طريقته كالآتي: بتجيب الحمص وتغسليه وتنقعيه ساعتين كده ولا حاجة، وبعد كده بتسلقيه في مية وملح، وخلاص كده بيكون جاهز معاكي. شوفوا بقى الفيديو للآخر، شاركوا مع أصحابكم، اعملوا لايكات، اعملوا مشاركات، اعملوا تعليقات، كبروا القناة. أكون شاكرة لكم جدا جدا، وانتظروني في فيديوهات حلوة جاية، وشوفوا فيديوهات ليا تانية في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.